واجهت أشغال الآلية الثلاثية باعتماد بيان مشترك يؤكد على أهمية مبدأ ملكية وقيادة الأشقاء الليبيين للعملية السياسية في ليبيا، ويهيب بكافة الأطراف الليبية العمل على إعلاء المصالح العليا لبلدهم بما يكفل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية. كما أشاد البيان المشترك بالدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي بغية تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة. ووفق مراقبين فإن مخرجات هذا الاجتماع هي بمثابة أوامر مباشرة للمتقاعد خليفة حفتر بنزع السلاح وتركه وتوحيد الغرب الليبي مع شرقه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة. بينما تقود الجزائر قاطرة شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية نحو بر الأمان، يقود النظام المغربي المنطقة نحو الهاوية بتآمره وتواطؤه مع بني صهيون وعملائهم في دويلة الإمارات. في هذا الإطار احتضنت الجزائر اليوم الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة في ليبيا، وذلك بمشاركة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السيد أحمد عطاف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج للجمهورية التونسية محمد علي النفطي. سمح الاجتماع بأن تتخذ الجزائر كعادتها موقفا واضحا اتجاه ما يحدث في ليبيا خصوصا مناورات خليفة حفتر. كما سمح الاجتماع بإجراء مشاورات معمقة وتبادل مستفيض لوجهات النظر حول تطورات الوضع في دولة ليبيا وسبل المساهمة في الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بهذا البلد الشقيق، وذلك من منطلق أن دول الجوار هي الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة الليبية والأقرب إلى واقعها وتفاصيلها والأشد حرصا على التوصل إلى تسوية مستدامة لها.